حبايبي ازيكم؟ يلا نعمل مع بعض غدا النهارده بسله بالجزر واللحمه وملوخيه خضراء ورز بالشعريه. اول حاجه ننزل بمعلقه زبده، وهنزل بالبصل هقلبه كويس. بعد كده هنزل بالثوم لما البصل يحمر، اقلبهم مع بعض. هنزل بالطماطم، حطيت مكعب مرقه. بعد كده حطيت الملح والفلفل، هقلبهم مع بعض وهغطيها وهسيبهم يتسبكوا. في الاول بخلي النار عاليه يغلوا غلوتين وبعد كده بهدي عليها. يلا دلوقتي مع بعض نعمل الرز. نزلت بمعلقه زبده وزيت، الزيت بيخلي الرز مفلفل وبيديه لمعه حلوه قوي. نزلت بعد كده بالشعريه، نحمر الشعريه. بدات تحمر اهي، بس انا عايزاها اغمق من كده شويه. تمام كده. الشعريه كده احمرت، هنزل بالرز. دلوقتي حطيت الملح، وبحب احط حبه فلفل صغيرين، وهقلب الرز واتاكد ان الماده الدهنيه بقت متغلغله فيه كله بالشكل ده. وكنت مجهزه الميه السخنه. هنزود الميه، والرز ده بيحتاج ميه زياده شويه، فانا زودت القعد بتاعه. كده انا بشوف بس الملح بتاعه محتاج حاجه، لقيته محتاج حبه ملح صغيرين وبس كده. هغطيه وبعد لما يبدا يتشرب بهدي عليه. ودلوقتي اهو الرز بتاعنا استوى، مفلفل مستوي كويس وطعمه تحفه. يلا بقى الصلصه كده اتسبكت. نزلت بالبسله والجزر، هزود الشوربه. كده تمام. برضو بغطيها، اعلي عليها شوية وبعد كده بهدي النار. والبسلة دي بسلة بناتي ما بتاخدش سوا كتير، غلوتين بس، يعني متكملش 10 دقايق على النار. هنزل دلوقتي باللحمة المسلوقة مع البسلة، وهغطيها. هنا كنت بشوف ملحها. تمام كده. يلا بقى نعمل مع بعض حبة ملوخية خطيرة. نزلت بالشوربة وثوم مهروس، وهحط مكعب مرقة. بعد كده نزلت من الملوخية متخرطة. انا بحب اعملها بالمضرب كده عشان لو فيها اي تكتلات افكها بالمضرب كده. خلاص هي فكت خالص، مفيهاش تكتلات.
كده تمام. الملوخية بتاعتنا مظبوطة، ولا خفيفة ولا تقيلة. كده خلاص هي استوت. دلوقتي هنعمل مع بعض التقلية. نزلت بمعلقة زبدة صغيرة وتوم مهروس، ولما التوم بيبدأ يحمر بنزل بمعلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، هنا التوم بدأ يصفر بسيط كده من الجناب. هبدأ أقلبه. هنا التوم بتاعنا أحمر. نزلت بالكزبرة الناشفة. خلاص كده احمرت. هحطها على الملوخية. خلاص كده خلصت اكلتنا. ادي البسلة استوت. هطفي عليها. صلصتها مظبوطة، ولا تقيلة ولا خفيفة. وطالما الطماطم حلوة حمرة ما بحبش احط على صلصة طماطم جاهزة. ادي خلاص كده اكلتنا، البسلة باللحمة والملوخية ورز بالشعرية. جربوه وان شاء الله تعجبكم. الف هنا.